ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جدير سبورتس. طبعا زي ما عودناكم في فيديو شورتس اللي احنا ان شاء الله هننزل تحليل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش والنادي الاهلي والزمالك وطلائع الجيش والاهلي وغزل المحله. خلينا مع حضراتكم بقى بدايه الحلقه في تحليل مباراه النادي الاهلي وغزل المحله واللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء على ارض نادي المحله، واللي فيها النادي الاهلي يبين بصوره كبيره جدا ان كولر ابتدى يفهم النادي الاهلي بصوره كبيره، تكتيكات عاليه جدا، فنيات عاليه جدا، تحليل عالي جدا من كولر للمباراه. خلينا نبدا الحلقه ونروح مع حضراتكم، يلا بينا. بدايه اللقاء وبدايه الحديث عن المباراه، النادي الاهلي لعب 4-2-3-1 بالتشكيل اللي كولر ابتدى يعتمد عليه والتكتيك اللي بيعتمد عليه، وبدا في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، بدا باثنين سد باكات ياسر ابراهيم وعبد المنعم، لعب باك يمين اكرم، باك شمال معلول، لعب باثنين ديفندرات طبعا كان معتاد السوليه واليو ديانج، لعب بثلاثه صناع لعب هما في القلب برامو سافيو هنتكلم عنه كتير جدا جدا، لعب في الشمال عبد القادر، في اليمين كريم فؤاد، وقدام كان بيرسي تاو برضه اللي هنتكلم عنه بصوره كبيره. النادي الاهلي طبعا كان معتاد ليه بيبدا بضغط عالي جدا من قدام، ضغط شرس جدا جدا، مش مدي نادي المحله القدره على التحضير ولا مديله اي فرصه انه يبدا يحضر من تحت خالص. فالنادي الاهلي قدر يلعب على الجزئيه دي بصوره كبيره جدا، قدر يلعب على التحول من ان هو يكون في دفاعي وبيهجم بصوره من قدام ويكون هو بالدفاع على الكوره، ان هو يستحوذ على الكوره والتقلب او الناحيه الدفاعيه للهجوميه. تبادل طبعا في الجزئيه دي الشق الاول النادي الاهلي لعب عليها، الشق الثاني عايزين نوضحه ان النادي الاهلي قدر يلعب ككولر قدر يلعب بالثلاثي اللي قدام، عمل تكتيك مميز جدا ان خلى عبد القادر يعمل تبادل مع برانو سافيو مع بيرسي تاو مع كريم، الاربعه متشقلطين ما تعرفش ده بيلعب فين وفين وفين، ولكن في الاساس ان برانو سافيو بيلعب كصانع لعب المعروف متفق عليه تمام، ولكن في تكتيك بقى واضح جدا ان اول ما الكره تيجي لعبد القادر بيمسك القائم الشمال، بيجي بيرسي تاو يخش في القلب، يطلع اكرم كريم فؤاد كباقي على القائم الاول وتاو على القائم الثاني، ويسقط واحد في النص ويخش برانو سافيو من النص. فالتكتيك ده النادي الاهلي قدر يلعبه، وشفناه مع جروس وشفناه مع فايلر بصوره جباره جدا ان السويسريين بيقدروا يلعبوا التكتيك ده، لما حد يخش دايره العمق او عمق المنافس بيقدر الرباعي اللي قدام يعمل التكتيك ده، واحد على القائم الاول واحد على القائم الثاني، واحد يسقط تحت والتاني يخش من وراه، فبيعمل دربكه وبالتالي بيعمل خطوره كبيره جدا جدا جدا. ده جزئيه عايزين نتكلم عنها مع حضراتكم ننوه عليها واظهر لكم طبعا كل حاجه بتوصل بالصور والفيديو. ثالث نقطه النادي الاهلي استمر في الضغط العالي من قدام وافسد الهجمات للنادي غزل المحله وعدم القدره على التحضير طبعا بشكل شرس جدا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني وفي اوقات كتيره جدا جدا من اللقاء. بدا بيرسي تاو بقى ان هو بدا بهجوم في بيرسي تاو. ايه اللي خلاه بدا بالهجوم في بيرسي تاو؟ انه بيرسي تاو عنده القدره والفاعليه على التنقل بالكوره من الدفاع للهجوم بالكوره. خلينا نتكلم مع حضراتكم كده، النادي الاهلي لعب 4-2-3-1 اهو زي ما واضح لحضراتكم، 4-2-3 وادي واحد اللي قدام. فليه كولر لعب بيرسي تاو؟ ان هو عنده القابليه على التنقل بالكوره من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه في خط ظهر نادي غزل المحله في حاله التحضير ليه، وان هو قدر يجيب جون بالطريقه دي بيرسي تاو. واحد يقول طب ليه ما لعبش بمحمد شريف؟ محمد شريف حلو وعلى دماغنا وعلى راسنا ولكن سريع ولكن مش بالكوره. بيرسي تاو عنده قدره وقابليه عاليه جدا انه يقدر يتنقل من الدفاع للهجوم والجري بالكوره بصوره سريعه، وده اللي قدر يلعب عليه كولر في المباراه دي وظروفها، انه عايز حد ينقله من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بالكوره في خط ظهر نادي غزل المحله، وقد كان وتم بالفعل. النادي الاهلي طبعا من قدام ضغط كبير جدا على نادي غزل المحله، عدم قدره نادي غزل المحله على التحضير، النادي الاهلي ضغطه من قدام جدا مش قادرين يحضروا، وده لعب النادي الاهلي طول المباراه على كده وإذا خلص المباراه، وخصوصا في الجبهه اليمنى لنادي النادي الاهلي. التكتيك اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الثلاثي، ان بيجي يخش جوه بيسقط بيرسي تاو هنا، بيجي تاو بيسقط هنا، بيجي كريم فؤاد يخش هنا، عبد القادر بيجي يضم من هنا، بيجي من ورا بيرسي تاو برامي سافي، فبيبقى عليك اربعه اهو هنوضحها مع حضراتكم، بيبقى اربعه في الناحيه في بدايه 18 بتاعت المنافس، ودي اللي بيلعب عليها كولر، وكان بيلعب عليها جروس مع الزمالك، وكان بيلعب عليها رينو فايلر مع الاهلي مع عبد الله السعيد واجاييه، وبالتالي ده التكتيك اللي بيلعب عليه كولر، وعايزين الناحيه دي عايزين نوضحها جدا جدا جدا، لعب على التكتيك ده والضغط من قدام والضغط في ظهر خط نادي غزل المحله. خلينا نكمل بقى ملاحظاتنا عن النادي الاهلي والتكتيك. النادي الاهلي طبعا زي ما قلنا لعب ضغط من قدام، لعب في ضغط شرس، لعب بالتحول الناحيه الدفاعيه للهجوم بسرعه سريعه جدا، عدم اعطاء الفرصه لنادي غزل المحله في التحضير، وتبادل المراكز مع الوينجات. نتكلم على جزئيه جديده وهي ان في حاله
الضغط زي ما حضراتكم شايفين. طب احنا عندنا هنا ان معلول بقى في جزئيه برده جديده كولر برده وضحها وعملها مع النادي الاهلي. في حاله ضغط معلول على من قدام وعامل قطعه عرضيه، عبد القادر بيجي واحده واحده يروح رايح مغطي مكان معلول. والناحيه الثانيه برده لما اكرم توفيق الى حد ما في بعض الاحيان بيزيد، بيرجع كريم فؤاد يغطي وراه، ونص الملعب بيغطيه. لو ده طاير نص الملعب بيزيد هنا، لو الاثنين طايرين ده بيزيد من هنا. وبالتالي النادي الاهلي قدر يعمل تبادليه في الاجنحه والمراكز مع الشق الهجومي والشق الدفاعي وعلى الاطراف. شغل فني عالي قوي قوي الكولر بصراحه، واضح جدا في ارض الملعب. بالتالي كان المباراه سهله جدا للنادي الاهلي وكان فيها سلاسه، والناس كلها ما حسش انه صعب جدا على النادي الاهلي. فده شغل فني باين قوي 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 لكولر بصراحه في النادي الاهلي. ده الشق الرابع. بعد كده برضو ان النادي الاهلي قدر في حاله الضغط اللي بيتبادل المراكز. الكرات اللي على النادي الاهلي كان غرضها انها تعمل تفكك للناحيه الدفاعيه نادي غزل المحله. كان في برضو شغل كبير جدا في الناحيه الهوائيه. النادي الاهلي بيلعب على القائم الاول والقائم الثاني بيبدل. وان غزل المحله كان عنده مشكله تكتيكيه وهي الضغط بالباك، والنادي الاهلي كان بيقفل عليه، وصنع ضغط النادي الاهلي في الشوط الثاني والتكتيك التحول الهجومي للدفاع. وبرده في جزئيه بقى اخيره عايزين نتكلم عنها النادي الاهلي في عمرو السوليه. برده زي ما كل التكتيك ده كلها شرحناه، ان كان في شق اخير برده ان عمرو السوليه كان بيزيد ويسدد من قدام. فنهايه الموضوع لو انت بتتفرج على حلقه وعايز تعرف الخلاصه، النادي الاهلي لعب ببيرسي تاو التحول من الشق الدفاعي الهجومي اللي هو بيجري بالكوره بسرعه سريعه. رقم 2 لعب بالكماشه اللي بيلعب بيها رينيه كولر اللي هو 2 على القائمين واثنين بيسقطوا من تحت. رقم 3 لعب على ان الوينجات بترفع وبيرجع عبد القادر او كريم فؤاد مكانهم تبادل. رقم 4 تبادل المراكز في الشق الهجومي. ورقم 5 التسديد من وسط الملعب. ده كده الفوله بتاعت المباراه، النادي الاهلي لعب ازاي والملامح الفنيه للكولر اللي هيقدر يستمر بيها مع النادي الاهلي في الصوره المقبله. طبعا نادي غزل ما فيش كلام كتير نتكلم عنه، كان بيلعب بيحاول يحضر يعيني من ورا، ما فيش صعب، قدر يلعب بالشق الدفاعي ولكن بعد ما راحت منه المباراه. ويبقى كده طبعا في الاخر ما قدرش يقاوم النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان عنده شراسه وعنده الرغبه وعنده الامكانيات اللي بتاهله للفوز للمباراه. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا شرحنا الفني والتحليلي والتكتيكي للمباراه. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتك الحلقه مش دعمنا لايك وسبسكرايب على القناه وعلى التيك توك وعلى البيج على الفيسبوك باسم القناه ومحمد جد الله. كان معكم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.